السلام عليكم. السلام. أنا سعدي دركال الصحفي. تفضل تفضل تفضل. أهلين وسهلين يا ميت أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. تفضل أستاذ تفضل. أنا بالحقيقة جاي أعمل سبق صحفي. يطعمك الحاج بالناس راجع سبق صحفي. إيه ما ضل لا مجلة لا محطة بالعالم لا جريدة ما حكت عن هالموضوع. إيه معك حق تحكي هيك، لأنك ما بتعرف شو يعني تميز، ما بتعرف شو يعني فرادة، شو يعني إنك تحكي عن شغلة ما حدا حكى عنها. لك عامل لك ما ضل حدا ما حكى، بتقلي ما حدا حكى، شو هالقصة؟ شو القصة؟ مزبوط، لأنه تفكيرك محدود. لو إنك راقبت الأخبار منيح وتابعتها كنت بتعرف إنه في شغلة ما حدا حكى عنها. شغله ما حدا حكى عنها؟ نعم. اهلين وسهلين، انست وشرفت. شو قلت لي اسمك بلا صغرى؟ أنا سعدي دركال. يا اهلين يا اهلين استاذ دركال، شرف اقعد، شرف ارتاح. ودخلك شو هالشغله اللي ما حدا حكى عنها؟ هناك عنصر أساسي يا أستاذ ما حدا جاب سيرته. الأم أنجبت الأطفال، ولكن أين هي المهزلة؟ مهزله؟ قصدي من يقف وراء هذه المهزلة؟ لك أنو مهزله؟ شو عم تخبص انت؟ إنجاب 7 أطفال. هلا انجاب 7 اطفال مهزله؟ طبعا مهزلة، ومهزلة نخب أول. شو عم تحكي انت؟ أنا بقول له للأعور أعور بعينه. طيب استاذ اشرح لنا شو وجه المهزله؟ مين الأب؟ أنا. هذا الأخ لساته غر، ما بيعرف شو عمل ولا بيعرف العلقة اللي علق فيها. شو هي هالعلقه اللي علقت فيها؟ لا تقاطعني إذا بتريد. أنت بتعرف شو يعني 7 أولاد؟ شو يعني 7 اولاد؟ يعني 7 حفاضات اضربهم ب3 21، ويعني 7 لهايات و7 اناني و7 كيلوتات نايلون. ايه و7 نونيات و7 شحاطات. لحد هون والمهزله لسه ما بلشت. لك لسه بيقول لي مهزله؟ انو مهزله؟ بكره بس يدخلوا على المدرسه يا استاذ بدك 7 مرايل، وبدك 7 شنطات، و7 دفاتر رسم، و7 اقلام رصاص، و7 محايات، و7 وقس على ذلك. الله بيرزق معلم. لا تقاطعني اذا بتريد. لحد هون والمهزله لسه ما بلشت. لكن وين بدها تبلش المهزله استاذ؟ بكره بس يصيروا بالجامعه بدنا 7 نسخ كتب و7 طقومه، ومن كل شغله 7 على الماشي. لا تعقدي يا استاذ، يعني لا شو تقاطعيني اذا بتريدي. هذا اذا قدروا يوصلوا على الجامعه. شو عرفك؟ يمكن يطلعوا زعران، يمكن يطلعوا حراميه. انا شو قاعد عم ساوي هون؟ في مين لا يربيهم؟ تقاطعني اذا بتريد. انا ما قطعتك وقت اللي حكيت. ليش انت خليتني احكي؟ اسمع يا استاذ، كل هالحكي اللي حكيته عليك مصدي وبلا طعمه. عيب فراج. لا تقاطعيني اذا بتريدي. انا بقول للاعور اعور بعينه. انا عندي اموال ما بتعيش 7 بس، بتعيش 70. هون المهزله. لك لسه بيقول لي مهزله؟ وين المهزله؟ اسمع فراج، خلينا نفهم وين المهزله. كفي استاذ. بكره يا استاذ بس يكبروا اولادك ويتجوزوا كل واحد بده حصه، وصهورتك كمان بيفكروا بدهم يلهفوا، وبالتالي هالثروه هيدي بدها تتوزع على اجزاء صغيره كثير، وبتروح ثروتك هباء منثورا. حتى 60 جهنم تروح. شو يعني؟ المهزله الكبرى مو هون. اوه علينا. لكان وين؟ بما انه ثروتك كبير يا استاذ، فهذا يعني انه الطمع رح يكون كبير كثير، والاولاد هون بهالحاله بدهم يفكروا كل واحد ياخذ حصه اكثر من الثاني، بدهم يختلفوا ويتقاتلوا ويذبحوا بعضهم البعض. هالشغله مزبوطه، ما كنت حاسب لحساب. وهلا شو الحل؟ ما لازم كنت تتجوز اصلا. لك روح عنا يا، روح عنا يا. انت شو بدك؟ شو بدك؟ انا جاي اعمل مقابله صحفيه. مين الاب؟ اب بدني منك. انا الاب. قلت لك خلصني واحكي شو بدك احسن ما ضل بس عيونك التنتين. ها كل المقابلات اللي عملوها الصحفيين والصحفيات ما جابوا سيره الاب. انا جاي اعمل مقابله مع الاب. يا عيني عليك. هلا هذا الحكي المزبوط. انا قديش شفت صحفيين وصحفيات؟ قديش؟ كثير، بس مثلك لا شفت ولا عيني رأيت. عندك قلم بق؟ قلم بق. قلم بق. تفضل. هي قلم بق. شكرا عظيم. عندك ورق ابيض؟ كمان مالك جايب معك ورق ابيض؟ بالله إيه شو بدك يعني حط مصرياتي اقلام ورا؟ إيه اذا بجيب معونين بيركبني الدين. انا بجيب ورق استاذ ولا يهمك. استاذ امتى بدها تطلع هاي المقابله؟ اي مقابله؟ تبع الامن. وين؟ بالمجله انو مجله؟ اللي عم تشتغل فيها. انا ما عم بشتغل. ما حدا عم يرضى يشغلني. انهم يتهمون ابداعي بالتشاؤم. لكن ليش بدك تعمل هاي المقابله؟ شايف هالشنطه يا استاذ؟ ايه مليانه مقابلات، كلهم عملتن اليوم. باليوم بعمل اكثر من 100 مقابله. وين بتروح فيها؟ بحطن على السقيفه، عندي السقيفه مليانه مقابلات. على السقيفه. ايوه جميل. على السقيفه بيحطون. سيدات تعال تعال. تعال
قلبي يا شباب غزال يا شباب فيك شمال يا شباب تعطي قلبي يا غزال قلبي فيك شمال يا شباب فيك كده اهو يا شباب